السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ندير معكم واحد الكيكه كتجيب واحد الطبقه مقرمشه بواحد جوج بيضات اقتصاديه، ما فيهاش المقادير بزاف. نفس الوقت غندير لكم هنايا، انا كندير وكنهضر معكم بالمقادير اللي كاينين. كندير هنا واحد جوج بيضات، وكندير واحد الكاس ديال بيرلي، واللي عندها الحامض تحك واحد القشره ديال الحامض حتى هي كتجي بها زوينه. نفس الوقت انا كنخدم وكنقول لكم المقادير. صافي هنا كنطرب ديك قبصه الملح بدوك جوج بيضات، وكنزيد عليهم واحد الكاس ديال الدانون، هذا اللي خويت دابا ديال بيرلي، كنعمرو بسنيده، هو اللي كنعبر به العبارات كاملين. كنخوي هو الاول باش نقدر نعبر به سنيده. كندير واحد الكاس ديال سنيده وكنطرب الطراب اليدوي. صافي وهنا كنبقى نخلط. كيكه ساهله وكتجي واعره بهاد الطبقه مقرمشه. كندير واحد فاني، واللي انا ما عنديش قشور الحامض درت فانيلا، حكو قشور الحامض كيجي زوين تا هو، ولا ما عندهاش دير غير داك فاني تا هو كيجي منسم زوين. المهم صافي هانتوما كتشوفوا الخليط طربناه. كنزيد كاس ديال الزيت حتى هو نفس العبار اللي قلت لكم ديال اللي عبرت به. وهنا كتشوفوا غنخوي داك الكاس ديال الزيت اللي درت. وبالنسبه للطبقه المقرمشه كنديروا الكركاع، اللوز، الزبيب. بالنسبه للكركاع واللوز كنقطعوهم طريفات صغار وكنديرهم هنا في بانيني باش كيتقرمشوا. كنخليهم على حتى كيبردوا باش تولي لكم ديك التقرميشه، هما اللي كنديرهم من الفوق. وعندي واحد البنانه وتفاحه كنديرهم هنا. كالبنات كنعبر قلت لكم بالكاس ديال هذاك بيرلي كندير 3 كيسان ديال الدقيق. كي كتشوفوا غندير واحد الخماره. صافي نخلط الخليط عادي، هادي دغيا كطيبو كتوجد ساعه. بالنسبه للخليط راه كيجي ثقيل، وإلا كان عندكم الوقت شدوه وديروه في الفريغو باش كيتقال مزيان، باش ما تقال راه مزيان. صافي وكنديرو في الثلاجه. كندهن بالمول، انا المول غندهنوها بالزبده، كتجي محمره. الا دهنتيه بالزبده كتجي هشيشه من التحت. صافي هنايا شديت بعد ما خويت داك الكيك ديالي درتو في الفريغو. صافي هنا كتشوفوا البنان، بنانه وحده وتفاحه وحده قطعتهم طريفات صغار كي كتشوفوا بحال هكايا. الكيك ديالي بعد ما جبدته وكتشوفوا في الصوره كاين المقرمشه اللي هي اللي غندير الفوق بالكركاع واللوز والزبيب. كندير البنان هو اللي لتحت. هاد الكيك باش ما جانا هو رقيق كيجي زوين بحال ملي كتاكلي في داك البنان وديك الطبقه المقرمشه كتجي زوينه. كان عندكم المول كبر من هذا شويه غديروا، ما تجيناش طالعه بحال الخبز. المهم راكم عارفين القياس ديال جوج بيضات المول اللي غديروا. وهي كطلع اصلا كطلع كتجي زوينه، كتجي طالعه، تخافوش منها، كتجي واعره المناسبات ولوليداتكم، علاش لا، شي حاجه اللي واعره. صافي هنا كنستفاد بالنسبه انا ديروا بحال دابا درتو البنان نديرو فوق منه هذا الزبيب، وديروا التفاح، وديروا هذا، وديروا الكركاع واللوز من الفوق.
صافي هنا كنقادهم، كنحاول نقادهم باش كيجوني كامل بلايص عامرين. والفران اصلا كنشعلو باش كيسخن ليا، وعلى حسب الفران وحده وفرانه، كاين اللي كديرو يسخن، كاين اللي كترمي الكيك بارد، على حسب الفران ديالكم نتوما كتحكموا فيه. صافي هنا داك الزبيب بعد ما غسلته ونشفته قطعته طريفات صغار. ولا تقدروا تمسحوها بزويف بحال هكا على حسب تكون فيه شي تراب ولا شي حاجه. صافي وكنرش داك الكركاع واللوز، كتجي واعره هاد الكيكه. فيما كان عندكم البنان ولا التفاح نوضوا ديروها دابا. اللي شافت الفيديو بارطاجيه مع الناس اللي كتعرف، متنساوش واحد الكومونتير واحد لايك، الله يسهل عليكم كاملين. صافي هنا الكيك ديالي غندخلو دابا للفران يطيب، يطيب على خاطرو. كي كتشوف كتجي بحال هكايا. صافي من بعد الكيك ديالي ما دخلته للفران ها هو طاب وجد. جربوه وغتشوفوا هيعجبكم بزاف بزاف. والله البنات اللي عندها دابا هاد المكسرات وهاد البنان والتفاح تنوض ديرهم دابا، ماشي شي حاجه كثيره، ونتمنىكم تجربوهم علاش لا. وهنا درت دانيت ديال الكراميل اللي عندها صوص شوكولا، ديرهم من الفوق كيجي واعر. نتمنىكم تجربوها وبالصحه والراحه. يلا باي باي.